أعطي الأخ مداخلة إذا عنده معلومات أكثر منا عن القضية. لا بالنسبة للدكتور جبارة وشيخ الجمجمة، دكتور جبارة، الدكتور جبارة وشيخ الجمجمة هم أساس الموضوع هذا، لكن أنا ليش سألتك؟ لأني أبغى أعرف إخواننا يعني كثير في الخليج العربي وعندنا في الشرق الأوسط وآسيا ما يعرفون صحيح. ما يعرفون هذه المواضيع. أنا بالنسبة لي بحثت وقرأت وعرفت ووجدت بعض المعلومات للأسف تخفى عن ناس كثير، فبناء على طلب إخواني المغاربة حبينا نتناقش على هذا الموضوع اليوم ونعرف بأي حق استقطعت هذه الأرض. فودي والله أنا عشان كذا أبغى ما أعرف يا بطاق. تفضل أكمل. ودي أعرف، تكلمنا أنت من 6 سنوات ما يعني لين نبدأ البث، الشيء اللي عرفت عن هذه الصحراء، حقيقة هذه الصحراء، أنت من وجهة نظرك أو حسب ما قرأت، حتى لو كان غلط ولا صحيح صححوا لنا أخواننا المغاربة، ليش استقطعت هذه الصحراء؟ ستعطينا هذه المعلومات بحيث أن نستفيد حنا ونعدل معلوماتنا. احنا اليوم نحاول التواصل الاجتماعي هذا ليس للمهاجمة، تصحيح المعلومات اللي نبين الحق، أصواتنا كشعوب تنسمع كمنصات مثل منصاتنا. هذه الأسباب اللي خلتني أفتح منصة ونتناقش فيها. فودي والله يا شعيب أنت بعيدا عن إخواني المغاربة تعطينا وجهة نظرك من البداية، حتى لو خلال 4 دقائق 5 دقائق فكر بس. تفضل. شوف، أول شيء في الأمم المتحدة عندما طالب الملك محمد الخامس رحمه الله طالب باستقلال الجزائر قبل استقلال المغرب، فقال ابدأوا في الجزائر أولا آنذاك، تمام. وكان هذا الجزء متواجد في حاضنة المغرب، في اتفاقية ما تعرف باتفاقية لالا مغنية. هي الاتفاق كان اتفاق فرنسي آنذاك أعتقد، مغرب أو اتفاق جزائر ما بعرف، يعني بنود الاتفاق جيدا. ولكن عندما اقتطع هذا الجزء لم يقتطع هذا الجزء، لم يقتطع، وضع فقط كرعاية مؤقتة تحت الحماية الجزائرية. الجزائر أعتقد حتى في الوقت ذاك لم تكن مستقلة، لم أكن مخطئ أيضا. بعد ذلك عندما حصل استقلال الجزائر واستقلال المغرب، طالبت المغرب باسترجاع الأرض، رفضت الجزائر تسليمها. أبو مدين رفض تسليم الأرض مرة أخرى للمغرب. هذا ما عرف القضية. بخلاف الصحراء الغربية طبعا نعرف كل تفاصيلها جملة وتفصيلا. هذا ما عرفه فقط مقتطف خارجي عن قضية الصحراء الشرقية، ولكن ما علمته بعد ذلك جزئيا ولم أتعمق بالأمر أنه جزء لا يتجزأ من الأراضي المغربية، والمغرب طالب في هذا الجزء، وما زالت ترفض الجزائر استرجاع هذا الجزء إلى المغرب. شكرا أخي يا بطال. ما بعرفش عدد المعلومات عند الإخوة، ومع النقاش إن شاء الله بيكون عندنا ثقافة أكثر ومعلومات أكثر عن هذه القضية. طيب أنا أفضل بعد أولا قبل ما ندخل في الموضوع، في صميم الموضوع، هو هل المغرب يطالب بالصحراء الشرقية نعم أم لا؟ وما هي الأدلة على أن المغرب طالب ويطالب بالصحراء الشرقية؟ أنا أخي العزيز أنا غنعطيك غير واحد المعطى. القمة اللي كانت دارت في مصر سنة 1964 الذي وقع عليها جميع الأفارقة، جميع الدول الأفريقية، فيما يخص على أساس أن تبقى الحدود على ما عليها. المغرب رفض، لم يوقع تلك الاتفاقية. وكانت هناك قمة أخرى في ألمانيا فيما يخص تصفية النزاعات الإقليمية في إفريقيا والاكتفاء بالحدود الاستعمارية. كذلك المغرب رفض. وهناك شيء آخر ثالثا،
الى مشيتي ما وضعوا الملف الذي وضعناه في الامم المتحده في المحكمه الدوليه فيما يخص الصحراء، سوف ترى ان المغرب لم يكن يتكلم عن الصحراء الغربيه فقط، لا، تكلم عن الصحراء مجملا، تكلم عن الصحراء ويقول الصحراء، لم يقل لا الصحراء الغربية ولا الصحراء الشرقية. بمعنى عندما نقول الصحراء المغربية هنا تكمن صحراء غربية وشرقية، اثناهما مغربيتان. حتى الوثائق التي أسندت إلى المحكمة الدولية، وعندي دلائل على هذه الوثائق التي أسندت للمحكمة الدولية فيما يخص هذا الملف، كانت مطالبة بجميع الأراضي، كانت مطالبة بجميع الأراضي ضمنها موريتانيا، حتى موريتانيا أخي العزيز، أرض شنقيط. لأن في القانون الدولي، فيما يخص تصفية الاستعمار، وهذا قانون في الأمم المتحدة وقانون دولي كذلك، ماذا يقول؟ والبند الأول: حقية الشعوب في استرجاع أراضيها على ما كانت عليه قبل الاستعمار، على ما كانت عليه قبل الاستعمار. هذا هو الأساس. ملي كتمشي المحكمة الدولية تريد إثبات الشرعية ديال الأرض، كيطلبوا منك هل تلك الأرض كانت تابعة إليك؟ ما حجتك قبل الاستعمار؟ نحن لدينا وثائق ولدينا أدلة، عندنا بيعة الأهالي والقبائل التي كانت تسكن في الصحراء مجملا، وحتى في موريتانيا أرض شرقية، الذين كانوا يبايعون الملك آنذاك. هناك بيعة ورسائل وضرائب ومساعدات كان السلطان يدفعها أو يساعد بها الأهالي في هذه الأراضي كلها. لكن فرنسا تخوفا من الرجوع الإمبراطورية المغربية اللي هي كانت تهدد على الدوام أوروبا، أرادت إضعافه. نقطة الأخت نجاة العبد الله وجات. اسمها نجاة الصحراء الشرقية، متمكن جدا فيما يخص التاريخ والمراجع فيما يخص الصحراء الشرقية، وأنا أخذت منها الكثير. ناخذ حنا منها الكثير إن شاء الله ونستفيد منها. طيب إخواني الجزائريين، نقاش ثقافي أكاديمي، اللي عنده استعداد، أنا أشوف ناس طالبين قسط، لكن لو سمحتوا كما عهدنا بدون سب، اللي بيسب ولا يسيء ينزل. نقاش أكاديمي، الله يحفظكم. أهلا وسهلا بأختي نجاة. أختي نجاة، شعيب اطلب، أنا عندي رسالة ثانية نزلها. نجاة كتسمعوني؟ السلام عليكم. عاد تسمعوك دابا أختي. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الصحراء الشرقية داير الموضوع. اي نعم. اي اوكي، مرحبا. غادي تكملها خويا؟ حضرتي صافي، حضرتي راه هي الصحراء الشرقيه اختي فيما يخص التاريخ. انا فيما يخص البنود القانونيه وفيما يخص الاقتصاد في منطقه الثوره حاليا في الوقت الحالي، وسوف اثبت بان فرنسا هي من لديها السياده حاليا على الصحراء الشرقيه. اما فيما يتبقى الشرعيه والسرد التاريخي اختي، انا ما غنتفضلش قدامك، راه ما يمكنش، انا تعلمت منك كثير. مرحبا. غادي نتكلموا. اهلا بكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين. اهلا وسهلا. انا غادي نبدا. الصحراء الشرقيه كاينين اراضي حقه كتقولها المملكه المغربيه الشريفه،
وكاينه الاراضي الموروثه على الاستعمار اللي كتقولها الجزائر. الجزائر التي تأسست باستفتاء في 1962 لم تكن لها سيطرة على تلك المناطق ديال الصحراء الشرقية، لا تاريخيا ولا سياسيا ولا حتى اقتصاديا. غادي نبداو من العهد ديال العثمانيين باش يكون السرد يعني، وغادي نحاول نختصر، واللي بغى يدخلها الخوت ماشي ما كاين حتى مشكل. غادي نهضروا على العهد ديال السلطان مولاي إسماعيل عندما كان يتحرش بعض من الكراغلة. الكراغلة راه ماشي سبة، لأن هم أبناء الجيش الانكشاري ماشي أبناء العثمانيين. الكراغلة كانوا يتحرشون بالحدود ديال الصحراء الشرقية اللي هي امتداد ديال 1,200,000 كيلومتر، اللي كيضم واحات بحال واحات توات والساورة وتيدكلت وتيميمون. وتيميمون أصلا تشهد على معركة كان فيها أبناء الصحراء الشرقية، أي تعطى وقبائل دويمنيع. غادي نرجعوا لهذه القبائل لماذا سميت بقبائل دويمنيع وفين كتواجد في الصحراء الشرقية. هذا السرد هذا هو أن العثمانيين منين كانوا مسيطرين على مدينة الجزائر وليست دولة، نتكلم عن مدينة لا نتكون عن دولة لأن ليست لها مقومات الدولة. منين كانوا العثمانيين، كان السلطان مولاي إسماعيل راسل السلطان أحمد الثالث العثماني وقال له في رسالة إنهم يتحرشون بحدودنا. فأجابه السلطان أحمد الثالث قال له إنهم أخلاط من الناس لا أعمار لهم ولا أجناس، وإن عاودوا الكر لأمحين جرتهم. منين كنقولوا غنمحيو الجرة يعني بالدارجة المغربية هي غنمحيو الآثار، والآثار كيبقى غير منين كنعفطوا بالقدم ديالنا على الأرض فوق الرمال فكيبقى الأثر، ولكن دغيا كيتمحى. إذن هؤلاء أخلاط من الناس يعني لا أعمار لهم ولا أجناس، يعني راه ماشي شعب ماشي أمة ماشي دولة بل أخلاط من الناس. هذا قالها أحمد الثالث والرسالة كاينة موجودة، اللي بغى نحيلوا عليها. يعني العثمانيين لم يبسطوا يوما سيطرتهم على الصحراء في جميع الدول اللي كانوا مسيطرين عليها، ما عمرهم كانوا في الصحاري ديالهم، انطلاقا من مصر وتونس ونمشيو فين ما كانوا العثمانيين ما كانوش كيكونوا في الصحراء، بل في الجزائر كانوا عبارة عن قراصنة وكانوا في الشط. إذن هاد 1,200,000 كيلومتر اللي كتكون من واحة توات والساورة وتيدكلت وتيميمون ومن العين الصفراء ومن بشار والقنادسة والحمر وبوكايس ومن موغل سيدي علي المنابهة. وللتذكير فقط، هذه المنابهة كان فيها آخر خط ديال قطار المغرب العربي القادم من وجدة واللي كينتهي في المنابهة وهذه المنابهة باش نقرب لكم الصورة هي أقرب نقطة إلى قيادة عين الشعير اللي هي المنطقة ديال اللي تولد فيها الأب ديالي والجد ديالي واللي هي الأصول ديالي، يعني أقرب منطقة. المنابهة اللي بينه وبينها غير يعني واحد تقريبا نقول واحد 10 كيلومتر. راه كنت كنمشي حتى لهذيك المنطقة
وكنوريهم الحدود المغاربه. هذه المنطقه هذه اللي كلها زائد ان فيها بوسمغون وفيكيك عفوا وبني والنيف اللي فيها مازال الى حد اليوم محطه القطار فيكيك، لا غار دو فيكيك، يعني كان فيها محطه القطار ديال فيكيك، لان كاينين جوج الطرق. كاينه طرق. اذا سمحتي لي بس ممكن بس نتداخل معك بحيث ان كلنا نستفيد، بما احنا من ابناء الخليج العربي واخواني في الخليج الشرق الاوسط، كلنا يعني نبغى نستفيد من هذه النقاط. انت قلتي في جيج عام 1959 في جيج استقبلت اكثر من 4000 لاجئ جزائري كانوا فارين من الفرنسيين، يعني في ذلك الوقت هل كانت تحت الحكم الفرنسي ام تحت الحكم؟ ايوه، فيكيك لم تكن يوما تحت الحكم الفرنسي. عام 1959 لم تكن يوما تحت بس تصححي لي المعلومه، بس عام 1959 استقبلت اكثر من 4000 لاجئ جزائري. استقبلت اللاجئين الجزائريين لان هي اقرب نقطه، انا راه قلتها، يعني اقرب نقطه هي بني والنيف وهي العرجه اللي خدوها الجزائريين مؤخرا في 2021. هادو اقرب نقطه كانت استقبلت بعد اللاجئين اللي كانوا جاو من الجزائر، واللي هذيك الصحراء الشرقيه كلها، يعني غير باش نحطكم في السياق، ان وزير الخارجيه الفرنسي ووزير الداخليه الفرنسي كان وزير الداخليه الفرنسي قال الوزير الخارجيه الفرنسي انذاك في 1901 أن أفضل الحدود هي الحدود المفتوحة، لأن في 1844 كانت دارت معركة سميتها معركة إسلي، وكان انتصر الفرنسيون على المغاربة، وهذه هي النقطة السوداء اللي خلات أن المغرب يدير اتفاقية سميت باتفاقية اللامغنية ديال 1845، واللي كانت فيها الحدود باقية على ما كانت عليه من قبل. يعني كاينه اتفاقية تافنة مع العثمانيين، واللي دائما الصحراء الشرقية هي تابعة للمملكة المغربية، ومنين جات فرنسا أبقت الحدود على ذلك، ما غيرتهمش، يعني خلاتهم، لأن الوزير ديال الداخلية قال الوزير الخارجية إن أفضل الحدود هي الحدود المفتوحة حتى يتسنى لنا استعمار الدول المجاورة. يعني من الشرق يمكن يستعمروا تونس، ومن الجنوب الغربي يستعمروا الصحراء الشرقية المغربية، ومن الجنوب يستعمروا غرب إفريقيا، يستعمروا غرب إفريقيا، مالي والنيجر والتشاد، يعني حتى يتسنى لهم الدخول إلى هذه المناطق، خلوها كلها غير محددة. أنا أتحدى الجزائريين أنهم يجبدوا لي أن أي خريطة من غير الخريطة اللي دايرين، أي خريطة مسجلة، لأن الخرائط ديال الدول كاملين كيكونوا مسجلين في الأمم المتحدة، أنهم يجيبوا لي خريطة فيها الحدود ديال الجزائر. ليست هناك حدود، كاينة خريطة وحدة وكاينة اتفاقية وحدة مسجلة في الأمم المتحدة، هي ديال 1906 بين بريطانيا وفرنسا، وتقر فيها فرنسا أن تلك الأراضي هي أراضي مغربية تابعة للمملكة المغربية، لأن كانت المطامع ديال الأوروبيين هولندا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، فرنسا، هادو كلهم، وبريطانيا، هادو كلهم كانوا باغيين يقبطوا هذيك النقطة الاستراتيجية منطقة سميتها بشار، وهاد منطقة بشار هي اللي فيها الغاز والبترول وفيها معادن أخرى. هاد المنطقة هي استراتيجية، وكانت مركز اقتصادي،
ومطمع لهذه الدول الأوروبية، لأنه هي الرابط بين أوروبا وإفريقيا، هي النقطة ديال التقاء اللي كانت مركز، أو كيف كنقولوا حنايا كانت سوق كبير، عبارة عن سوق كبير كانت كتم فيه التجارة والاقتصاد بين أوروبا وبين إفريقيا. فكانت فرنسا هي السباقة أنها سيطرت على تلك المنطقة، وخدات هذيك المنطقة بإيعاز من الجزائريين، لأنهم في 1870 كانت دارت أول معركة ما بين فرنسا والمغرب، وهي مازال ما استعمرتش المملكة المغربية، مازال ما دخلاتش. 1870 مازال ما كايناش حتى مشكل ما بين المغرب وفرنسا. فكانت دارت معركة اسمها معركة وادي القير، نسبة إلى وادي القير اللي كاين في منطقة ديال عين الشعير وبوعنان وبودنيب وعين الشواطر. هذا واد كبير نسبة إليه. كانت دارت هذه المعركة وانتصر فيها المغاربة، كانوا لأن فرنسا كانت بختار اختي نجاة، لأن مازال هذا. السلام عليكم خويا بختار، مازال ليلة طويلة إن شاء الله ونتكلموا. خلي المرحلة بناخذها نقاط اختي نجاة. ظلام، بعد اذنك دكتور جبار، اول شيء احييكم جميعا. دكتور جبار، تبغى تدير البث؟ موضوع يخصك ولا انا اديره وتكون دير البث اخي العزيز، دير البث. وكاين معنا ولد عاصمة حتى هو عنده مشرف. اي نعم. اخوي ظلام من وين اخوي؟ او ظلام البحر؟ عليكم السلام. الإخوة جميعا، أهلا وسهلا. أنا جزائري. أهلا وسهلا. والله خليني أسألك سؤال قبل ما تعلق على شيء، بعطيك حق التعليق، بس بسألك سؤال. نعم. أنت متى اكتشفت مثلا الصحراء اللي هي تندوف وبشار والمناطق اللي شرق المغرب؟ أتوقع عندكم أنتم غرب، صحيح؟ غرب الجزائر. نعم. المغرب. متى اكتشفت أنها جزائرية، أو أنك يعني عندك معلومات تخالف هذه يعني توجه المغربي في هذه النقطة بالذات، أنهم يدعون أنها مغربية؟ أنت متى عرفت أنها جزائرية، أو هل بحثت فيها؟ لأن الموضوع ما هو وليدة اليوم. نعم. أنا منذ ولادتي، منذ أنا في المدرسة أعرف أن يعني الأرض جزائرية منذ الأزل، منذ القديم. حسب القول الدكتور جبارة إفريقيا كلها مغربية، الله المستعان. موريتانيا مغربية، الصحراء، هذا كلام ما عنده معنى. هذا الأرض هذه حررت بدماء الشهداء. اللي هي الأرض إيش اللي تقصد بالأرض؟ أنت تتكلم، احنا نتكلم على نقطة معينة. الأرض هذه اللي يقولوا هم عليها طيب الصحراء الشرقية عمرها ما كانت مغربية. في خرائط موجودة. راني نبحث، راني طلبت من ابني يشوف لي عن طريق جوجل ان شاء الله الى بس بتكون مصدر رسمي، يعني ما تكون مصدر رسمي. خرائط جوجل ماشي مصدر رسمي. لا جوجل مو لكم مؤرشفه مثلا في منظمات الامم المتحده، مؤرشفه في الارشيف الفرنسي، يعني نعرف الفرنسيين انهم هم اللي مسؤولين عن استقطاع هذا. طيب انا بسالك اخوي ظلام، انا قرات في احد الكتب التاريخيه زي ما وجهت اختي نجاة هذه النقطه، تمدين من زاد الإماراتية، عام 1959 فروا الجزائريين إلى هذيك المنطقة لاجئين لإخوانهم المغاربة، واستقبلوهم وأكرموهم وفتحوا لهم بيوتهم، وشفت مقاطع فيديو كانوا يطعمونهم وكان يتعاملون معهم أحسن معاملة. بما أن الأرض هذه جزائرية، كيف فروا إلى المغاربة؟ بس توضح لي هذه النقطة أخي. سؤال انت طرحت لي سؤال، انا عندي سؤال منطقي يا بطل. انت جاوبني، او ممكن سؤالك يكون بجواب. انا كل صديق معك. ما عندي المعلومه هذه. ما انا طيب. ما نكذب، ماني انسان كذاب. لا تفضل. لو كانت هذه الارض مغربيه كانوا ياخذوها الوقت اللي كانت فرنسا كانوا ياخذوا ارضهم. هذا واش اقول لك.
هذه ترد علينا اخت نجاة ولا الدكتور جبارة ولا احد اخواننا المغاربة؟ بالنسبه بس ثواني اختي، بس ثواني بعطيك مجال اختي نجاة. بشويه خليها هي بالدور. تكلمت تقريبا 30 دقيقه. لا ما لك علاقه فيها، خذ حقك انت الان، تفضل. معليش دكتور، هي قالت الكراغيله، حنا بالنسبه للكراغيله سبان. لا والله سبان. طيب دقيقه بسألك سؤال، انا خليجي قريت عن هذا الموضوع، انا بقول لك ايش قريت. والله سبان المغاربه يقولوا عن طريق السبان يعني. طيب ظلام. طيب خليني اقول لك وجهه نظري انا كرجل قرات. من هم ابناء العسكر اللي كانوا مع العثمانيين؟ ايش يقولوا لهم؟ مع الكلمه هذه معروفه، الاسم هذا معروف، لكن يا اخي ممكن سبه للعرب، ممكن سبه للامازيغ، ولكن ابناء العسكر العثمانيين اللي كانوا مع العثمانيين ايش يسمونهم؟ حتى عندكم بالجزائر يقولوا كراغيله. خلاص ايوه اتفقنا. هل الاخت تقبل مني اقول لها ابناء اليوطي؟ ما تقبل. انا ما ادري ايش ما ادري انت ليش مشخصن الموضوع لو سمحت. اوكي لا هم يسموا انفسهم، يعني هل هو لوطي هذا دخل عليهم وحكمهم وتزوج منهم عشان تقول لهم هذا الكلام؟ مؤسس المملكه سؤالي واضح. لا ما الدوله المغربيه نعرف من اسسها من 12 قرن يا اخي، لا تيجي تمرر المغاربه. الله يحفظك. كانت مملكه مراكش يا بتار. اخي بتار ولد العاصمه لا تناقشني، عندك اشراف. لا انت تسال. انت اوريك اخي بتار. قل يا اخي الجزائري من فضلك، متى دخل اليوطي الى المغرب؟ 1905. عندك دليل؟ عندي دليل. هات لي الدليل. كم بقي في المغرب؟ قعد مده زمنيه كبيره. هو اللي وضع العالم. هو اللي وضع. والله ما حضرتني تقريبا. ما حضرتني المعلومات. شوف ما حضرتش معلومه. طيب قبل دخوله المغرب اين كان؟ نوري لك خريطه كبر. اين كان قبل ان يدخل للمغرب؟ كان في فرنسا. لا اسس الجزائر. شوف الخريطه هو كان كان في فرنسا لان الجزائر كانت مقاطعه فرنسيه، ما كذبش. من هذا الباب نعم، والا فاليوطي جاء من الجزائر نحو المغرب. شوف حتى نحترم بعضنا. انا عندي كتب لمؤرخين جزائريين يتكلمون عن بس خلص مداخلتك. اسمعني. أنا عندي كتب لمؤرخين جزائريين يتكلمون عن دور الكراغلة ودورهم السياسي خلال العهد العثماني في الجزائر، ليست مسبة. أما أن تقول لنا أبناء اليوطي سنقول لك أبناء ضغول، ولن نتوقف هنا. أنا أعرف، لأن على الأقل اليوطي لم يقل كلاما مثل ما قال فيكم ضغول، لذلك حتى نحترم بعضنا. يا ولد العاصمة كلمة كراغلة موجودة في الكتب الجزائرية، أنا أخرج لك الآن. اسمع لي يا ولد العاصمة. أغلبية الجزائريين لما يريدون أن يسبوا المغاربة يقولوا هذه الكلمة، وأغلبية المغاربة لما يريدون يسبوا الجزائريين يقولوا كراغلة. ما تقدر تكذبني، أنا أعرف هذه الكلمة. لا شوف لأن الصحراء الشرقية هل لديك ما يفيد في هذا الموضوع؟ لا شوفوا أخواني بأن الثورة عند العاصمة مسؤول عن البث جزائرية أم مغربية عبر التاريخ والحاضر. طيب. هل تستطيع إثبات هذا؟ الصحراء الشرقية. تفضل. دقيقة حوريك الخريطة. طيب أنا أعطيك الكاميرا. تفضل. قديمة. تفضل. وريني خريطة قديمة. كم عمرها هذه الخريطة؟ لا هذه جديدة. هذه أعطيني مصدرها أهم شيء قبل من عمرها. أنا رجل أحب المصدر. كله موجود في جوجل يا بتار. يا أخوي ظلام، أنا لست ضد ما تأتي به، هذا يمثلك أنت. خلي ولكن أنا ضد يكون مصدر. أنا مستعد الآن أنزل صورة وأحطها في حساب وأنزلها في يا جوجل. يا الخريطة اللي وضحها أنت الآن هذه مصدرها رسمي؟ لا والصحراء الشرقية مصدرها رسمي؟ رجع هذه. أنا بالنسبة لي أنا الآن حاط موضوع، أنا لم أتكلم عن هذه مصدرها رسمي، ولكن أختي نجاة عندها مصدر رسمي تقول أنا عندي مصدر رسمي. خلاص دقيقة. ظلام البحر أنا وجدت 1886. يا أخوي ظلام البحر، بس لأني أنا حاطة الصورة دقيقة يا ظلام. الصورة أنا حطيتها، الصورة في حدود نحن بس محددين فيها الصحراء الشرقية، ولكن مش ماسحة الحدود الصحراء الشرقية. ما شاء الله. شوف يا بتار، شوف. الله يحفظك والآمين. إن شاء الله كبير عمر يعني متعلم أكيد ومثقف. آمين. شوف إيش هذه الخريطة؟ تكذب بالخريطة هذه أنت؟ ما في شيء يبين عندنا. أنت فتحت على وجهك مو بهالخريطة. السودان هذه خريطة السودان. لا الجزائر 1896. ما في خريطة أخي. ما في خريطة، ما نشوف شيء. ما فتحت الخريطة عندي. أغير الكاميرا وافتحها. خلاص نسيت. أيوة
ايوه كبر الشاشه يا ايوب، كبر الشاشه يا ابني. 1896 هاي خريطه 96 هاي خريطه الجزائر، انظر. طيب وين المعلومات دي؟ فين هي الصحراء؟ فين هي الصحراء؟ هاي خريطه الجزائر. فين هي الصحراء؟ فين هي نعم الصحراء؟ نعم، وين الحدود الصحراء؟ وين وضح لنا، احنا نبغاك انت تشرح لنا الخريطه، انت تورينا خريطه شامله شمال افريقيا كلها. 1896 وريني. نحن نعلم ان سماكم شنيدر 1839 الجزائر. لا تفضل. طيب معلش اخوي الجزائري ظلام، موجود. لا بعطيك بس دقيقه. نعم. برجع لك بس عشان بس انك انت لسه هتبحث، جهزها وبرجع لك ووضح لنا الخريطه ومصدرها ومعالمها، الله يحفظك على ما يجي دورك، بس عشان ما يكون المايك معلق عندك انت لسه ما جهزت الموضوع. طيب تفضل يا دكتور جبارة او شيخ جمجمة. دكتور جبارة باش شيخ جمجمة. احنا ما نتكلموش لان كاين اختي نجاة وداك الشيء. خلاص عادي اعطوها المايك. لا غير قبل ما تكلم نجاة، احنا بغينا الاخر، عندنا سؤال وبغينا نجاوب. قبل 1962 بغينا اذكر لي سلطان او رئيس او ملك او كانت تلك الاراضي ديال الصحراء الشرقيه تحت السياده ديالو في الجزائر. هذا سؤال كنتمناو اذا بغاو حنا موجودين، كاين مراسلات، كاين خرائط، كل شيء. هنا السؤال لهم بما انه كيقول لك اراضي ديالهم وتاريخيا، انا هذا السؤال كنطالبوا يعطينا الحقبه والاسم السلطان او الملك والرئيس، والله ما نعاود نتكلم في هذا الموضوع. حقك. تفضل. طيب راح اوجه له سؤال اذا جاء دوره. طيب اختي عندك رد نجاة على كلام اخوي ظلام في دقيقتين عشان ندور المايك تكون نقاط. انا عندي سؤال ظلام البحر. عندي سؤال. انا بغيتك تقول لي شنو هي هذه المناطق ديال الصحراء الشرقيه اللي دابا حنا متنازعين عليها. واش ممكن تقول لي هذه المناطق اللي هي ديالكم، كتقول بانها ديالكم؟ اعطيني الاسماء ديال هذه المناطق. تفضل. هذا سؤال ظلام، جاوبني على هذه المناطق. نجاوبك ان شاء الله. انت النعامه، البيض، بشار، فيقي، انت هذه كلها مناطق تندوف. الصحراء الشرقيه. البيض كاينه في الصحراء الشرقيه حسب الخريطه. كاينه في الصحراء الشرقيه. فين جباره؟ فيقي كاينه في المغرب حسب الخريطه اللي راكم تقولوا فيها. لا دابا انا بغيت منطقه حدوديه يا مدام. انا تنقول لك هي مدينه مغربيه. مدينه مغربيه. فيقي مدينه مغربيه حدوديه. ودابا ما كنهضروش على الحدود، كنهضروا على انها تابعه للمملكه المغربيه. احنا نتكلم عن المدن اللي تابعه للجزائر. هي سالتك تعطيني المدن اللي تابعه للجزائر. اعطيني ياك دابا الصحراء الشرقيه قلتوا ديالكم، مرحبا. اعطيني المناطق، اذكر لي المناطق. راه 1,200 كيلومتر، ذكر لي هاد 1,200 كيلومتر من فضلك. انت تقولي بشار، تقولي انت ما لك علاقه ايش تقول. ظلام اسمعني الله يحفظك، اسمعني قبل ما اوجه لك السؤال لاني راح اسهل لك السؤال. اخواني 1200 لو فضلا وليس امرا كل واحد يمنشن برطاج على قول اخواننا اهل شمال افريقيا لكذا شخص وتكبيس. وبالنسبه للقستات، القستات عنده اخوي سلطان، المشرفين اللي مع سلطان ما لكم علاقه، لان سلطان هو اللي امس دخلته في دوامه انا ما ابغى اعيده. وبالنسبه طبعا الكومنتات، القستات عند اختي الاماراتيه والكومنتات عند اخوي سلطان. للتوضيح يا اخواني. اخي ظلام، الاخت طلبت منك تذكر لي المدن الجزائريه التي تتبع لكم في هذه المنطقه، من الاساس انها جزائريه. تفضل. بشار تندوف، هم يطالبوا بشار تندوف اساسا. ما لك علاقه، هم يطالبوا. انت اعطيني. انا اقول بشار وتندوف جزائريه. بشار وتندوف ابدا. طيب. ابدا ما كانت مغربيه. طيب النقطه الثانيه معلش النقطه الثانيه يا اخ بعطيك اختي بس بسال السؤال الثاني بعدين بعطيك. اخوي ظلام قبل 62 شيخ الجمجمه سال قال قبل 1962 هذيك المنطقه اعطيني اسم حاكم او رئيس او والي جزائري يحكمها. قبل 62 نعم.
عشان يبين أن فعلا كانت تحت سيادة جزائرية. والله العظيم صار لي أسبوع سمعت الدكتور دومير جاب سلاطين وحكام الجزائر من عهد ماسينيسا حتى اليوم. يا أخي إذا أنا أبغى أستفيد منك، أنا ما أتذكرهم، أنا لست كذاب، أنا ما أتذكرهم. لا إن شاء الله ما أنت بكذاب يعني. لكن دومير نفسه قال مقولة للأسف بحثت عنها لقيتها كتاب عراقي بدون دليل، والكتاب اللي موجود عندنا في نجد لأنه يخص الأنساب أهل العلوي الملك محمد السادس حفظه الله، أنسابه ترجع لنا إلى ينبع النخيل في أهل البيت، ورجعت للكتب هذه لقيتها صحيحة، ولقيت دومير يستعين بكتب من العراق كاتبها شيعي، فكيف أنا أصدق هذا الكلام أخي العزيز؟ وهذا الحق يعني أنا قرأته عندما تطرق وطعن في نسب الملك محمد السادس حفظه الله. أنا ما طعن فيه نسب حتى. لا أنا أقول لك يعني أنا قرأت على هذه النقطة، فأعتذر إني آخذ كتب إنسان يأخذ من كتب روافض. إذا كان نسب الملك ما علينا، هو مو موضوعنا، بس أنا أقول لك نقطة للتوضيح. خليني أكمل. إذا كان نسب الملك محمد السادس من النبي عليه الصلاة والسلام هذا شرف له، هذا شرف. أكيد شرف للأمة العربية، الله يحفظه وينفع به المسلمين إن شاء الله. طيب خلاص اذكر لي الآن، خلينا في، هل عندك الآن معلومة من حكم هذه المناطق من الجزائريين؟ مرت عدة حضارات على الجزائر يا لا المنطقة الصحراء اللي نتكلم عنها ما نبي نطلع عنها، منطقة الصحراء اللي هي بشار وتندوف انها جزائرية، من كان يحكمها من ابناء الجزائر؟ والله ما عندي معلومة، ما كذب. طيب كيف انت استدليت انها جزائرية بما ان ما عندك معلومة؟ منذ القديم بوجود خرائط قديمة انا شفتها يا بتاب. جهز لي الخرائط، يعني انت ما عندك معلومة بالنسبة للحاكمة؟ شفتها. خلاص الشيخ الجمجمة وابيك تجهز لي من كان يحكم هذه المنطقة، لأن هذا سؤالك أنت أو أحد إخواني. طيب أختي نجاة تفضلي يعطينا رد على منطقة بشار وتندوف أنها مغربية. نعطيك على أنها مغربية، ونعطيك على أن الجزائر كانت فرنسية. واحد في 1000 الأخير بطار، بما أن نقطة أختي نجاة غير بشوية، ماشي نخرجوا كل شيء دابا، بغينا نسمعوا نفس السؤال سليم، لأن هو تيقول لك عنده دليل. طيب ما انا ما تسمحي لي اخت نجاة لان المايك عندك انت. بشويه عليك اختي نجاة، غير بشويه الله ينورك. انا ما ودي والله ضايق نجاة لانها ضيفه جديده عندنا، بعدين نضايقها، الحين لا. طيب سليم تفضل اخوي. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اول شيء عندي تعقيب الاخ شعيب والاخت ايضا نجاة، ذكرت الاتفاقيه لاله مغنيه اللي وقعها وعاهد عليها اللي هو سلطان المغرب أو سلطان مراكش ذاك في 45 و800 وألف. في تلك الاتفاقية تقول في بدايتها في ديباجتها تقول أن هذه الحدود ستكون كما كانت مع إيالة الجزائر. هذه في بدايتها. لما نذهب إلى سلطان الشرط الرابع، وهذا الشرط يعني بند من بنود الاتفاقية الذي عاهد عليه سلطان مراكش قبل الاحتلال فرنسا للمغرب أو قبل الحماية، لأنه المغرب يقول لك أنه بعد الحماية قطعت الأراضي. الشرط الرابع يقول مالك المغرب، علاش تقاطعوا؟ تأدب، اسمه مالك المغرب. في الاتفاقية مذكور سلطان مراكش والدكتور جبارة الآني بتاعنا. أخرج اتفاقية المغنية. لا سلطان المغرب أخرجها. وكأنك أخرجها. ولد العاصمة مذكورة سلطان مراكش، لماذا تستحي؟ سلطان مراكش وفاس. أخرج الاتفاقية. يا ولد العاصمة هكذا ذكرت في الاتفاقية، ماذا أفعل لك أنا؟ أخي الشيخ جمجمة، هذا الذي ذكرت في الاتفاقية. لا معليش لا أنت معليش سلطان المغرب، أنا أتهمك بالكذب. هذا أصلا ولد العاصمة، هذا راه بوليزاريو ماشي. لا ما يهمنا اسمع أخوي سليم لو سمحت. المغرب لا يهم الاسم، يهم الفكرة. سليم يهم الفكرة. ممكن ثواني لو سمحت، بس عشان بس ولد العاصمة طالبك بمصدر، هذا حقه طبعا، ان يقول لك انت يعطيني مصدر يا اما انت تكذب، اعطينا المصدر لكي ننسند على هذه العاصمة. طلب مصدر يا بتار ولد العاصمة طلب في شيء لا أريد أن أثبته أنا. هذه ليس نقطة خلافنا. نقطة خلافنا وموضوع كورس. إذا لا تذكر. أنا أتكلم.
لماذا تتطرق له سليم؟ يا رجل اسمع الفكره اولا ورد على الفكره عن النقطه الخلافيه. ما يهمنيش انا سلطان المغرب ولا سلطان الامبراطوريه المغربيه. لا تسحب هذا لا يهمني، هذا ليس موضوعنا. لا خلاص لا تتطرق له، انت اللي تطرقت له. تفضل اسحب كلامك لا هي فعلا الدكتور جبارة مطلع على الاتفاقيه ويعرف جيدا ماذا كتب فيها. الان في الشرط الرابع الذي عاهد عليها سلطان المغرب، نقول سلطان المغرب عندك دليل. وخليني نتكلم علاش انت توجه لهم الكلام، انت توجه لهم الكلام. دكتور جبارة خلينا نقول على الشرط الرابع. خلينا نتكلموا فقط يا اخوان. تفضل. ما تخافوا من النقاش وتخافوا. انا نتكلم على الاتفاقيه انتم ذكرتوها. اذكرها واعطينا دليلك عليها. عهد فيها سلطان المغرب في 45 و800 ألف. يقول فيها الشرط الرابع أن ما دون ذلك يقصد بعد ما ذكر في الحدود في البند الثالث والثاني والأول، ما ذكر في الحدود في الشمال أن دون ذلك يقصد بها الصحراء كونها أرض لا تحرث فهي ملك لسلطانين، المقصود بها سلطان فرانسيس، مكتوبة سلطان فرانسيس والسلطان المغرب. هذا هو كونها لا تحرث فهي ملك لسلطانين ولا حد لها. الآن إذا جبتها لكم الآن نقراها لكم تعترفوا بأن هذه الأرض الجزائرية. قول ولد العاصمة. الآن نفتح لك الاتفاقية. طيب ثواني. موقع سلطان المغرب ومذكور سلطان مراكش. دقيقة سليم أنت وجهت الآن كلامك إلى ولد العاصمة. الكلام يخص ولد العاصمة دكتور جبارة شيخ جمجمة نجاة. اللي عنده استعداد على هذا الرد يتكلم. من الذي عنده؟ لا سليم خلاص. سليم لو سمحت سليم ثواني خلاص. إذا سمحتوا لي الإخوان غير واحد الرد غنعطيه ليه، لأنه هو قال لك أن الاتفاقية كان سلطانين. أولا فرنسا ما كانتش عندها ملكية ديك الساعة، ما كانتش عندها الملكية. كاين السلطان المغربي والسلطان المغربي كان مقيم في الرباط. يا سليم لو سمحت خلينا نسمع مداخلتها. لو سمحت سليم لو سمحت خلينا نفهم هي ايش قاعده تقول. اصبر احنا نبغى نفهم. اصبر انا غنقول لك واحد الحاجه. انت مادام انك تتكلم انك كتهضر في 1830 استولى الجنرال الفرنسي دوينفين قائد ولايه وهران. الجنرال الفرنسي قائد ولاية وهران على عين الشعير المغربية قرب فيقيق ومنطقة واد القير بضواحي بجاية، وهي مناطق كانت مغربية بدون أدنى شك، لأن نائب السلطان في فيقيق كان قائدا مسؤولا عن تمثيل السلطة المركزية في واحة توات، مبرزا أن الأرشيف المغربي هذا مؤرخ فرنسي يقول برنار لوغان في كتابه، هو مؤرخ فرنسي برنار لوغان كيقول هذا الكلام هذا في 1870، يعني قبل ما يديروا الحماية المغرب، أن جنرال فرنسي قائد ولاية وهران. فين كانت هنا شي جزائر؟ فين كانت هنا؟ وريني اللي كتهضر على سلطان فرنسي بين السلطانين. إبقاء الحدود على ماذا؟ خلاو الحدود. بغيتي نعطيك الدليل وانت جبد لي الدليل. أنا غنعطيك مقولة ديال وزير الخارجية الفرنسي ووزير الداخلية الفرنسي. أنا نحل على الكتاب ديال فرنسي وانت عطيني الدليل ديال هاد السلطانين. نحل الكاميرا واعطيني على السلطانين. هو من قال يجب إبقاء الحدود تبقى ما كيناش، الحدود غتبقى كما كانت عليه، يعني مفتوحة حتى يتسنى لنا الدخول أي استعمار المناطق المجاورة لمدينة الجزائر، المناطق المجاورة لها. أنا طرحت سؤال على ظلام البحر وعليك انت سليم، اذكر لي هاد المناطق ديال الصحراء الشرقية، اعطيني هاد المناطق اللي دابا حنا كنهضروا عليها اللي فيها الخلاف وذكرها لي. 1,200,000 كيلومتر، اعطيني
ومن كان يحكمها. طيب من كان يحكمها. تفضل. بطار أنا حضرت الخريطة الأخ بطار. طيب بس خلينا ناخذ مداخلة سليم في دقيقة وبعدين ناخذ مداخلة. أول شيء حيا الله الأخ الشمالي، إنسان مطلع، إنسان مغربي مطلع باحث، وهو يجيبك على كل ما قلته أنا، سواء سلطان مراكش وفاس في بداية الاتفاقية اللي قال قلت العاصمة لا احترم نفسك احترم نفسك، ويجيبك أيضا على أن هذه الأرض لا تحرث فهي لا حد لها وهي ملك لسلطانين، مقصود بها سلطان فرنسيس وسلطان المغرب. الشمالي ممكن تجاوبهم بارك الله فيك. لا دقيقة خلاص لا هو غير مطلع، هذا غير مطلع للمرة الأخرى. كيف لي أن أجاوبها؟ هي لم تقرأ الاتفاقية. سليم أنا اسمحني أخي، أنا راه عندنا الوثيقة عندنا المعاهدة، وما لأنه البين على من ادعى هو اللي ادعى هو اللي خصو يجبدها. أنا كنطالبوا دابا فين موجودة سلطان فاس وسلطان مراكش الاتفاقية بينها ولا يعتذر وينسحب. طيب دابا لا شوف أخي، هو حينما حاول أن يزور قال سلطان فاس وسكت. الاتفاقية تقول سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى وسلطان الفرنسيس. لم يكن يومئذ الجزائر، كنا نتفاوض مع الفرنسيين، أنت لم تكن أصلا موجود، لأن بداية المعاهدة تقول هذا تقييد ما اتفق عليه نائب سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى ونائب سلطان الفرنسيس وسائر مملكة الجزائر. إذا لم تكن أنت يومئذ المخاطب، هذه أول شيء. ثاني شيء المغربية ما كانت موجودة. لا تقاطع بيجيك الدور يا ظلام. لا تقاطع. الشرط الرابع الذي تكلمت عليه يقول إن أرض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين لكونها لا تحرث، ونحن نعلم جيدا بأن ترسيم الحدود أيضا مع الجزائر استثنى مناطق الصحراء. لماذا؟ لأنها كانت مناطق غير محروثة، ولأنها كانت معلومة بأنها أراضي مغربية قبل أن تدخل حتى فرنسا، وقبل أن يصل الأتراك إلى هذه المناطق، لأن الأتراك لم يحددوا حدود بلدهم أو إيالتهم من جهة المغرب إلا باستثناء مناطق الشمال. ومناطق الشمال تلمسان كانت مرة تتبع السلطان العثماني وتارة تفر منه، وقصة بن حمول الذي كان يحكم تلمسان واستغاث بسلطان فاس كما سميته أنت لينقذه من براثين الإخوان بربروسا، فغادر به أهله ودخل الإخوان بربروسا إلى تلمسان وقتلوا الأهالي وأمسكوا حاكمها، مزقوه إلى 4 أجزاء وقتلوا أكثر من 70 من حاشيته إغراقا في الماء. إذن البند الرابع يقول أن أرض الصحراء لا حد فيها بين الجانبين، ونحن نقر بهذا أنها لم تكن أرض محددة من قبل، لم تكن حدود مرسومة كما هي عليه اليوم، ولكلا السلطانين التصرف في رعيته بما شاء وكيف شاء من غير معارض إن امتازت، وإلا فمن أراد إحداث أمر في رعيته حالة اختلاطها برعية غيره فليكف عن غير رعيته ويحدث في رعيته ما يشاء. هذا نص هكذا. وحدد القبائل المهاية وبني وكيل وولاد الشيخ الغراب وعمرو الصحراء وحميان الجدبة والأعراب الشرقية وأولاد سيدي الشيخ والشراقة وكافة حميان من غير حميان الجدبة، كلهم نسبهم إلى المغرب ولم ينسبوا إلى الجزائر. ونعود للديباجة حتى نفهم هذه النصوص جيدا. لكن حينما تكلمت عن السلطانين حاولت أن توهم المستمع بأن الحديث عن سلطان المغرب وسلطان الجزائر، وهذا غير صحيح، لأن أول بند في الاتفاقية يتحدث عن سلطان المغرب وسلطان الفرنسيس. إذن أنت لم تكن يومئذ، والاتفاقية فيها خريطة مرسومة والخريطة بين يدي. لكن تفضل نستمع منك ماذا ستقول. أنا أجيب في أقل من دقيقة حق الرد. لا دقيقة سليم دقيقة حق الرد. لا بعد غير كتتم الأخ أشنو قال، لأن أنت قلتي واحد الكلام كاين في هذاك وأنا غنقول لك ماذا تقول فرنسا. ما في عدل في الكلمة. لا بعطيك المايك يا ظلام، المايك عندك أنت أنا عارف، بس بعد ذلك ثانية. أنا غنعطيك في 5 غشت 1890 وبموجب اتفاقية السيرة
حددت فرنسا وبريطانيا العظمى مناطق نفوذها في إفريقيا، ورأت باريس أن بإمكانها احتلال المناطق المغربية في توات وقرارة وإيغلي وواد الساورة بناء على مخطط لربط غرب إفريقيا بالبحر الأبيض المتوسط بواسطة السكك الحديدية العابرة للصحراء. وابتداء من دجنبر 1899 استولت فرنسا على عين صالح ومجموعة من الواحات بحال تدكلت وقرارة وتيميمون، وفي ذلك تيميمون 1901. كاين معاهدة لالا مغنية 1845 وكاين البروتوكولين المكملين لهذه الاتفاقية. هاد البروتوكولين اش كيقولوا؟ ان في 1903 اراد الجيش الفرنسي ضم منطقة فيغيغ على الرغم من ان معاهدة لالا مغنية الموقعة في 1845 نصت بشكل صريح على انها جزء من المغرب. ثم احتلوا منطقة بشار وواحات توات وغيرها من المناطق في يونيو 1904. واستولت القوات الفرنسية على رأس العين، وهي كل عمليات بتر موثقة من خلال الأرشيفين المغربي والفرنسي. يعني هنا اقتطاعات، ومني كيجي البروتوكول فهو كيجي بروتوكول مكمل يكمل الاتفاقية. هذا البروتوكول اللي دار في 1901 والبروتوكول الثاني في 1902 وفي 1903 عقدت فرنسا اتفاقية مع أوروب مع إسبانيا، وكذلك 1906 وهذه الاتفاقية موجودة في الأمم المتحدة مع بريطانيا تعترف فيها بأن تلك الأراضي هي أراضي مغربية وتم اقتطاعها عبر مراحل. راه تندوف ما مشات حتى ل 1934 تندوف حتى ل 1934. أنا تحديتكم وما تجاوبتوش على السؤال ديالي وسأعيده للمرة الثالثة. اعطيوني هاد المناطق ديال 1,200,000 كيلومتر اللي كتقولوا نتوما ديالكم. تفضلوا جاوبوني، خليو مع الاخوه الله يعطيكم الستر يجاوبوني على هذا السؤال. لا دقيقه سليم، المايك عند الظلام. لا ظلام اخوي بعطيك حق الرد. خلي المايك عند الظلام اساسا. هو سمحنا لا هي الرد على ولد العاصمه الان هو ياخذ مداخلتي وقاطعني هو والاخوه ناحيه مداخلتي يا اخي. وكانك انضريت يا بطال يا اخي. لا تقعد تتباكى يا اخي. سليم يا اخوي كانت عندي المداخله خليها عندي. سليم المايك عند اخوي الجزائري ظلام يبغى يتنازل عن المايك. ظلام انا استاذن منك الاخ ظلام، ممكن تعطيني اقل من دقيقه اخ ظلام؟ تفضل. بارك الله فيك. اول شيء ولد العاصمه انا لم اقل سلطان الجزائر بل قلت سلطان فرنسيس، وهذا ما نعيبه نحن انكم اعترفتم بالحدود مع السلطان مع الفرنسيين حينها لما كان الامير عبد القادر وكانوا الجزائريين يقاومون الاستعمار، انتم وكانكم اعترفتم بوجود الاستعمار الفرنسي على الجزائر. هذا ما أردنا نقوله نحن، كما أن تقولون أنتم أنكم فرنسا اقتطعت أراضي من الجزائر وسلمت من المغرب وسلمت الجزائر. أنا أعطيتك من اتفاقية التي عاهد عليها الملك في بدايتها يقول أن هذه الحدود كما كانت مع مملكة الجزائر. خلاص هذه في الاتفاقية، يعني هذه الحدود اللي وقعها سلطان المغرب مع سلطان فرنسيس هي نفس الحدود التي كانت مع العثمانيين في قبل دخول فرنسا الى الجزائر. هذه من جانب الثاني الاخت اللي مع احترامي لها بعيده كل البعد قالت لك في 34 فقط انها انسحبت فرنسا سحبت تندوف من المغرب. لا، هذه في نفس الاتفاقيه يقول انها لا حد لها وهي ملك لسلطانين، يعني كلاهما، يعني هذه الحدود اللي وقعتوها مع الفرنسيس نفسها الحدود التي كانت مع الجزائريين. ان شاء الله تكونوا فهمتوها. اما ان ناقشنا تاريخيا ساعطيك فقط بمختصر. المنصور المراكشي لما ذكر كتاب الزقصاء ان الحدود لنهر ملويه، الاخ شمالي يعرف هذا جيدا، وكما ذكر ابن خلدون ايضا حدودنا النهر ملويه، ان هذه الحدود هي تمتد وتتقلص. هذه حدود متغيرة، ولكن في الغالب حدود الجزائر
القاره الجزائريه او الحدود الشاسعه للدوله الجزائريه كانت تمتد للنهر مرويه. طيب عشان ما نعيد نفس الكلام، اخوي ظلام تنازلت على مداخلتك لاخوي سليم، الان عند اخوي جباره او الشمالي، واحد فيهم ياخذ المايك. وريهم الخريطه ونسحب. لا اخوي ظلام انت تنازلت على مداخلتك، انا اعطيتك حق الرد. بعد اخوي المغربي هذا خذوا المداخله. والله بالدور عندي للمره الثانيه. لا ظلام انت تنازلت على مداخلتك. بس انا اعطيتك حق. دقيقه يا انا لن اعطي لك كثير. عندي مداخله بعجاله. اول شيء الرساله التي ارسلها الملك الراحل محمد الخامس رحمه الله الى دوغول ويطالبه بايقاف تجارب النوويه في الصحراء لانها اراضي مغربيه، ويجيبه دوغول ويقول له نحن اسفين والرساله هي امامي. هذه وحده. ثانيا اذا استطاع الجزائريين ان ينفوا هذا. ثانيا فيما يخص زيارة الملك محمد الخامس رحمه الله إلى محاميد الغزلان، أين توجد محاميد الغزلان؟ سنة 1958. ثالثا المعارك التي قام بها جيش التحرير الوطني المغربي في تندوف وكولوم بشار والقنادسة حتى في موريتانيا، هل يستطيعون أن ينفون هذا؟ لأن هذه الوثائق متوفرة في الجرائد الرسمية الفرنسية، وهي تعترف بالصحراء الشرقية المغربية. ورابعا وأخيرا هناك ثروات عديدة كالماس والذهب والفضة والفحم الحجري والحديد الذي لا يبعد على محطة القطار 50 كيلومتر، وهناك منجم حديد آخر لا يبعد عن محطة القطار ديال بشار إلا ب 120 كيلومتر، الذي يمنع الجزائر من استغلال هذه الثروات اللي هي لحد الآن إلى يومنا هذا لا تستغل. هناك حوض غاز طبيعي وهناك حوض بترول كذلك بالوثائق. إذا هنا أخي العزيز، هل يستطيع الجزائري أن ينفي هذه الأشياء؟ تحياتي. أنا أترك كلمة لأخويا شمالي. خلينا نتكلموا بتار. بارك الله. تفضل ظلام. بارك الله فيك. هاي خريطة، هاي أصلا هاي نوري لك المصدر. دائما تطالب بالمصدر بتار. والله جاء أخي الشمالي من إذا أتى الماء بطل التيمم، تخصصه هذا. تفضل. نقرأ لك المصدر. الخريطة الفرنسية الآش بريت. مقفل الكاميرا يا أخوي العزيز ظلام. مقفل الكاميرا؟ نعم. حفتحها. تفضل. خلاص؟ طيب. مفتوحة الكاميرا؟ نعم مفتوحة. بارك الله فيك. أصلا شوف خريطة المغرب كيف كانت يا بتار. مصدر رسمي. انت تقول مصدر. نعم. كبر الصورة، وريني المصدر أخوي، خلينا نفهم. ها المصدر. اشرح لنا الخريطة. ها الخريطة الفرنسية. موجود الخريطة الفرنسية الآش بريت 1829. أصلا المغرب، شوف مملكة مراكش، أصلا المغرب لم يكن موجود. أنت تشوف ها الرابط، عندك الرابط باللون الأزرق. طيب اضغط عليه، افتح الرابط، ادخل على الرابط. أخاف الصورة تروح. لا أكيد الصورة في نفس الرابط، كيف تروح؟ غاليسيا هيا. كبر لنا الصورة، ورينا الخريطة المغربية. اخواني ترى الفرنسي انا ما اعرف، انتم يمكن اذا في مغالطات تعرفون تردون اخواني. بالنسبة لولاد العاصمة اخواني لكم حق فتح. ما عرفت اكبر اثناء الزوم، خلاص انا كبرتها. طيب وين المغرب؟ وين الصحراء؟ ورينا الصحراء. هاي المغرب. ها. طيب هذا صح، خط الخريطة داخل على الجزائر. غاليسيا لو تصفح ما اقدر اكبر اكثر. خلاص كبرتها. لا ما هو واضح الان. الحدود اخي العزيز داخل على الجزائر، يعني فعلا الحدود هذه اثبتت ان الصحراء مغربيه. انا ما جبت شيء من عندي، انت اللي اثبت. لا خلاص. انت كبر. انت واضح اخوي الخط الاحمر هذا ايش؟ لا ايوه
لا 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 ايوه الخط الاحمر هذا ما يدل على أيوة. الصحراء المغربيه، ما يدل على حط عليها. طيب حط عليها اخي ما يدل على الصحراء المغربيه. اخي رجع الخريطه تحت الله يحفظك. البث كله مسجل الله يحفظك. اصبر دقيقه هنوري. لا خليها هي، انا ابغاها هي الله يحفظك. يا بتار كن منصف والله حاسبك. يا اخي انت اللي جبت الخريطه كملها. كن منصف. هاي يا اخي ترى شفنا وجهك رجل فيك الايمان ان شاء الله، واللحيه بيضاء وما شاء الله. الله انا اضغط على الرابط، اضغط على الرابط وكبر لي الصوره زي قبل شوي، بس ما طلبت منك شيء اكثر من كذا. انا ماني تهاني يا اخواني المغاربه. كبرها زي قبل شوي، رجعها زي قبل شوي. انا كبرها. هذاك خط ما يدل على ان الصحراء مغربيه. شوف تونس موجوده، شوف المنطقه الثانيه موجوده، شوف الصحراء مغربيه موجوده. خريطتك انا ما جبت شيء. لا ما انت في الجزائر ولا برا الجزائر؟ بس عشان دقيقه، انت في الجزائر ولا برا الجزائر؟ برا الجزائر. الحمد لله، يعني ما راح تدخل عند بعلام صلصال. طيب كبر شوي الصوره باصابعك زي قبل شوي. هذا ايوه نزل الشاشه تحت. ايوه نزل الجوال. لا رجع لي، رجع الجهه الثانيه. اعطيني الصحراء. وشاهد شاهد من اهله. لا ما يدل. مجله مصدر فرنسي. لا اثبت. لا يدل والله ماك منصف يا بتار. والله هذه الخريطه تدل على ان اصلا كانت موجوده مملكه مراكش، لم تجد المملكه المغربيه اصلا. مملكه فاس ومملكه مراكش هما اللي ذكروها، وتوجد عده خريطات قديمه جدا. يا اخي العزيز. نعم يا بتار اتفضل. اخي العزيز خلصت مداخلتك بس عشان برد عليك. اتفضل يا بتار اتفضل. طيب شكرا لك. اول شيء اسال الله العظيم ان يصلح لك ذريتك بكل ادب، بما ان ابنك عندك، ادعي له دعوه حلوه. ولكن اشكرك على هذه المعلومه، انت صراحه تستاهل دعوه في هذا البث، لانك فتحت واثبتت عن طريق، انا لحد الان ما اعرف المصدر انه فرنسي، واخواني يمكن هم اللي بيصححون هذه المعلومه، ولكن اثبتت ان الصحراء مغربيه بناء على الخريطه اللي انت صحراء مغربيه نعترفك. هو اي صحراء مغربيه بتصير وين تشوف في صحراء. عبد الملك ثواني ممكن تستنى دورك اخوي. لا تشوف الخريطه، انت تعود تقدم مغالطه بالسيف وين تشوف الخريطه. ممكن ثواني اخوي عبد الملك لو سمحت بكل ادب. المغربيه وتشوف فيها في الخريطه هذه، وتشوف فيها الحدود مرسومه. الحدود داخل الاراضي اللي الان مستقطعه. لو تفهم وش الخط الاحمر وش اذا جاء دورك فهمني انت. لا لو تفهم وش الخط الاحمر وش الخط هذاك الخط الفاصل بين الصحراء والشمال. والشمال فقط. عبد الملك انا ما استقبل انك تدخل مداخله في ناس اكبر منك اساسا عمر وموجودين في البيت يتكلموا بعد. الفيصل بين الصحراء. اذا جاء دورك وضح عبد الملك، اذا ما تعرف تنتظر. بركك بلا تمد في مغالطات كبشت فيها ابعد. عبد الملك انا كلمتك بادب لو سمحت لا تفتح ميوت لين يجي دورك. بتسمع وش الخريطه وش عبد الملك ما تفتح ميوت عبد الملك يا انزل تحت عبد الملك. انا ماني مجبور استحملك لاني اساسا انت اهل بيتك ظني ما يستحملونك، مع احترامي لك يا عبد الملك. لو سمحت في ناس قبلك ولا فتحوا ميوت يا بكل احترام. تبي تطلب جست اطلب بكل احترام ولا تفتح ميوت. جاء دورك تفضل يا بتار. تفضل اخوي ظلام. السلام عليكم. عليكم السلام. انتظر اخوي. نحن نعرف على ان السعوديين ناس دين وتقوى وناس منصفين وعادلين، كون نطلب منك كون منصف فقط يا بتار. طيب ممكن ارد عليك على هذه النقطه اذا سمحت لي اخوي. كل مره اطلب منك ان تكون منصف وتخاف. اخوي ظلام ممكن ارد عليك بهذه النقطه. تفضل يا بتار تفضل. من فتحت بث الى الان لم اعلق الا على خريطتك انت اللي ظهرت. تبغاني ارجع لك الشاشه واستقطع وقت اخوي شمالي واعطيك اياه؟ انا امون على اخواني الموجودين، بسحب الوقت واعطيك اياه. ووضحنا اشرح لين تخلص كلامك. انت لا تشرح لي البث موجود فيه 1600، انت تشرح لي 1600 ليتعلموا منك. من يقتنع بكلامك يقتنع ومن لا يقتنع بكيفه، لكن انا بالنسبه لي اقول رايي. وريت لك بتار، وريت لك المره الاولى الخريطه الاولى قبل 1829 تبين جيدا حدود الجزائر وتبين مملكة مراكش. وفي الخريطة الثانية أنا مع النظر تاعي ناقص ما قدرت. هذاك الخط الأحمر خط يفصل بين الشمال والجنوب فقط، لا يبين الحدود بين المغرب والجزائر. طيب أنا قلت لك على ما يشهدون البث إذا كبرت الخريطة وطلع الخط هذا ليس حدود
يفصل بين الجزائر والمغرب لك مني اعتذار. ايش تبغى اكثر من كذا؟ نقسم لك بالله ليس حدود. لا خلي الله انت وجهه نظرك انا احترمها، هذا انت وجهه نظرك، ولكن ما تقوم. ليش؟ لان اول شيء الخط مائل وداخل على حدود الصحراء. ليس حدود، هذا خط فاصل بين الصحراء والشمال يا بكر. وليش ما فصلوا بين الصحراء والجزائر؟ ليش فصلوا من جهه واحده؟ انتظرني دقيقه، انتظر. تفضل. اسمح لي يا اخواني، انا بس والله احترام لعمر اخوي ظلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. يمكن ما ندري، يثبت الحقيقه ونقفل البث نروح ننام. انتهى. طيب ممكن اخوي ظلام ناخذ اللي بعدك بعدين نرجع لك؟ معليش اتفضل. طيب اخوي شمالي، اهلا وسهلا فيك اخوي، تفضل. مرحبا، السلام عليكم، تحياتي أخي بطار، تحياتي الحاضرين، الأخت الإماراتية، ولد العاصمة، ظلام البحر، شيخ البدو، الشيخ جمجمة، دكتور جبارة، نعم، نجاة وحسين والإخوة معنا المستمعين، سي شريف. على أي أنا غنبتدأ. الأخ اللي استدل بيا سليم هو إنسان محترم، يعني يتكلم محترم. قال لك لالا معاهدة لالا مغنية مذكور فيها سلطان مراكش، وهاد الناس يعني يقول لك بأن لم يكن هناك المغرب وكانت هناك مراكش أو مملكة مراكش. على أي هذه هي المعاهدة من مونيتور ألجيري، نوريكم طبعا نسخة 20 شتنبر 1845 منشورة في هذه الجريدة، مونيتور دالجيري ألجيريان عفوا. هذا الإثباتات اللي الواحد ممكن يقول لك نعم أنا ما أقدر أناقض معاهدات أو اتفاقيات مثل هذه. تفضل. نعم. ايش مكتوب هنا؟ مملكة المغرب. ونائب سلطان الفرنسيس، مملكة المغرب أو مملكة مراكش؟ المغرب. السيد حميدة بن علي الشرجعي عامل بعض مملكة المغرب ونائب سلطان الفرنسيس. هذه هي المعاهدة 1845 لالا مغنية، ومذكورة هي بين إيالتي المغرب والجزائر وليس مراكش، والخط باين قديما. عطيت لكم العنوان وعطيت لكم التاريخ وفتشوا فيها. يعني في صفحة واحدة تلقى مملكة المغرب أو المغرب مكتوب 7 مرات في كل صفحة وفي كل بند مملكة المغرب. طيب، وما استدلوا بها على أساس خاطئ، لأن هي أصلا المعاهدة كان طبعا هناك، سمعت أنا ولد العاصمة ربما عنده الخريطة، كنت أنا الخريطة جبتها منذ مدة طويلة. ها هي الخريطة بالمعاهدة، غولفي دو لا فرونتيير، ها هي سنة 1845، والأختام وخاتم السلطان وخاتم جنرال الفرنسي، جنرال دو لاغير، يعني وزير الحرب أو وزير الدفاع كان يسمى. هذه تصويرة وتقييد الأماكن التي تمر عليها الأحداث المعلومة السابقة بين مملكة الجزائر على أساس أن كان هناك ملك لفرنسا، وبين مملكة مجددا مراكش المغرب 1261 هجرية 1845 ميلادي. غولفي دو لا فرونتيير اونتر الجيري الماروك، إيالة المغرب مكتوبة هنا مجددا، وليس مراكش. وفي الطرف الآخر إيالة الجزائر، والحدود ها هي التي تمر. على أي هذه الخريطة لا يمكن أن نستدل بها على أساس أنها هي فقط بعيدة 200 وشوية كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط. البحر هو هذا. طبعا المغاربة كنا نرسم منذ عهد الإدريسي ونحن نرسم أن البحر هو في الأسفل، لأن بلاد الإسلام هي التي تكون في الأعلى وليس بلاد النصارى في الأعلى. كنا نضع الشمال في الأسفل والجنوب في الأعلى على أساس كما قلت. أيوه، هذه من ناحية. الناحية الثانية الأخ اللي استدل بي سليم وقال لك لماذا وقعتم هذا، يعني أنكم غدرتونا ووقعتم مع فرنسا. نحن وقعنا مع فرنسا لأن فرنسا هزمتنا، لأنها حاربتنا من أجل أن الأمير عبد القادر كان يحارب فرنسا من داخل حدود المغرب ويذهب إلى المغرب. يعني فرنسا هجمت على مدينة طنجة قتلت الكثير من الأبرياء، المئات، وهجمت مدينة وجدة، وهجمت مدينة أخرى يعني
وأطلقت المدافع وقتلت الأنبياء بسبب الأمير عبد القادر. فما دخلنا نحن خسرنا المعركة، فأدى بنا إلى أن نوقع مع فرنسا الحدود، والحدود توقف هنا في ثنية الساسي. ثنية الساسي تبعد يعني هي أعلى حتى من فيقيق، يعني هي قريبة جدا من البحر. أما الصحراء الشرقية فهي بعيدة جدا. ننتقل الآن إلى الصحراء الشرقية. يعني أظن أن هذا كافي لكي لا يقول لك مملكة مراكش أو لا وضحت يمكن خان التعبير. هو مراكش، سلطان مراكش وفاس وسوس الأقصى وكذا وكذا وكذا، كانت تقال دائما هكذا. نعم صح. لكن هو كل هذا يساوي المغرب، يعني هي مملكة المغرب ونحن كنا المالكة. يعني من يقول كنا سلطنة، لا هو السلطان هو الملك، هو نفس الوصف آنذاك لم تكن أسماء قانونية يجب أن يعني هو ملك وهو سلطان. ممكن أن تسميه إمبراطور فرنسا، ممكن تسميه لغوا أو الملك، وهو نفس الوصف آنذاك في هذاك الزمان. يعني لم تكن لا أونو يعني هذه كما اليوم. المهم ننتقل إلى الخرائط. نوريكم ما معنى الخرائط الرسمية يا أخي. الخريطة الرسمية ليست هي جوجل يا أخي ظلام البحر، وأنا أحييك من هنا إنسان يعني محترم، ونقدر يعني أنك أكبر مننا سنا، لكن أنت حلفت بالله والله سوف يحاسبك على كلامك. فالله يحاسبك وأنت تستدل بك أشياء أعطاها لك دومير، ودومير ليس مستعدا حتى أن يواجه بهذه الأشياء يواجهنا نحن. بحثت بنفسي بارك الله فيك، بحثت. أنا نوريك البحث أخي، ونوريك أنا سأبين لك كيف يكون الخرائط الرسمية. الخرائط الرسمية ليس تأتي بها من أي مكان، إنما من رسمها يجب أن يكون رسمي، طرف رسمي. ربما تجد مثلا في أي أرشيف فرنسي قديم خريطة لرحالة مسافر لا علاقة له بالسياسة، فهذه لا نستدل بها. نستدل إذا كانت مثلا، أنا أعطيكم أول خريطة وتعرف ما هو الرسمي. لما نتكلم على خريطة رسمية حينما يكون راسمها هو طرف رسمي، مثل هذه الخريطة تماما. هذه الخريطة ما الذي رسمها؟ أوغست بوميي سنة 1869. من هو أوغست بوميي؟ هو كونسول، يعني قنصل دو فرانس أموغادور، قنصل فرنسا في مدينة الصويرة بالمغرب في شهر 7 1869. هي الخريطة هي الخريطة اسمها مارش دو كوليرا أو ماروك. يعني كان في سنة 1868 كانت هناك وباء الكوليرا، وهو يقصد هنا الطرقات الكوليرا. ولكن نتذكر جميعا بأن 1830 احتلت فرنسا الجزائر، ويعني هو أخوي ظلام بعد إذنك أخوي شمالي. أخوي ظلام بما أنك أنت هادي وتحب تتكلم، من حقك تناقش أخوي شمالي إذا عندك أي مداخلة. لا أنا استسمحكم، أنا غدوة إن شاء الله نوض باكر، عندي أعطينا دقيقة أخي ظلام إذا سمحتي، نوريك 10 ثواني نوريك هذه الخريطة معليش. وأنا ودي لو عندك مداخلة يا ظلام تقدر تتداخل مع الشمالي إذا عندك اختلاف معه أو تأييد له، لأن أنا أحب الإنسان الهادي. انا ما اقدر نكذبه، هو راه يوري في خريطه وانا عندي خريطه حاب نوريها له فقط. هذا طيب خلاص استنى بس يخلص مداخلته وبرجع لك المايك بعد اذن اخوي شيخ البدر. ما فيه مشكله. جميل. انا فقط وريت واحد الحاجه مهمه، هو ان الخريطه لكي نعرفها بانها رسميه ام لا، من الذي رسمها؟ هذا قنصل، يعني طرف رسمي، انسان رسمي، قنصل فرنسا في موغادور. موغادور هي مدينه الصويره. اذا لكي نتذكر في هذه السنه هذه كانت فرنسا قد دخلت إلى الجزائر منذ 39 سنة، يعني منذ 1830. وطبعا هنا يكتب بأن هناك فرونتيير بمعنى حدود. ها هي، شوف، ها هي مدينة وجدة داخل الحدود المغربية، هذا هو البحر الأبيض المتوسط. تفرج أخي ظلام البحر، يعني من شكرا. فرونتيير دو l'Algérie، هاد الخطوط دو l'Algérie et du Maroc. يعني بمعنى حدود الجزائر والمغرب. وحينما ننزل نجد التوات، نجد عين صالح داخل الحدود المغربية. عين صالح الآن تعرف أين هي موجودة يا أخي بطار؟ هي جزائرية حاليا. لا، موجودة أقرب من ليبيا إلى المغرب، يعني موجودة أقرب بمسافة إلى ليبيا ومسافة ونصف مثلها إلى حدود المغرب الحالية. عين صالح
يعني ابعد بكثير كما كنت ذكرت للاخت نجاة قبل هذا من اضرار، ابعد بكثير من اضرار ب3 مرات البعد. اذا عين صالح كان داخل الحدود المغربيه، وهالحدود مرسومه هو ماروك فرونتيير دو لالجيري دو ماروك، يعني هذه هي الجزائر وهذه هي المغرب وهذه هي الحدود، وهذا من طرف رسمي. اطلع شويه الفوق الاخ، اطلع الفوق. مرحبا. منطقه تيلمسان، تيلمسان ها هي تيلمسان. ورينا تيلمسان راهي في الحدود، راهي في الحدود الجزائريه تيلمسان. ايوا ها وجده. بارك الله فيك. ها الحدود تيلمسان داخل الجزائر، نعم 1869. لانه كاين بعض المغاربه يقول لك حتى تيلمسان كانت قبل من هذا يعني تلمسان قبل بكثير من هذا. تلمسان في وقت مثلا وقت إيالة الجزائر، وقت العثمانيين كانت تابعه للعثمانيين، وكانت هي يعني بيلك الغرب. إلا تعطيني فرصه انا راح انام اشتغل غدا. مرحبا، نعطيوك فرصه اخي بكل سرور. اوري لك الخريطه، عندي خريطه اقدم. طيب شمالي ممكن تتداخل معها انت ولا نجاة اللي يفهم في الخرائط؟ عندي خريطه اقدم منك او رسميه. ها قاعده. حط الشاشه في النص اخوي ظلام. نوفيل كارت دافريك. فوالا الخريطه الجديده هذا بريزونتي par l'Académie de Paris. par l'Académie de Paris راهم ذاكرين الأش بخت 1829 وهاو الطابع، يعني معناتها خريطة رسمية. أنت الساعة الأخ بطار أنتيا قلت لي الخط الأحمر هو الحدود المغربية. شوف الأخ بطار، شوف الخط الأحمر واش كاتب، جماعة يترجموا لك ليميت دو ديزير، يعني الخط الفاصل بين الصحراء والشمال. وشوف نوري لك الخط 1829 الخط الأحمر الفاصل بين الجزائر والمغرب. هذا الخط الرقيق هذا. أكبر لك شوية الشاشة. ورينا بأن ذاك الخط بأن ذاك الخط كيف فرق ما بين الجزائر والمغرب. أعطينا النومنكلاتور. هذاك الخط الاحمر شنو كاتبين عليه؟ شكون ولد العاصمه اللي راه يتكلم؟ جبار اللي كيتهضر معاك. عطيني ذاك الخط الاحمر اللي قلتي هو الفرق ما بين الجزائر والمغرب. عطينا راه كاتبين عليه الدلاله ديالو. اشنو كيعني ذاك الخط الاحمر؟ شوف الدكتور جباره معناتها ورينا شنو كيعني الخط الاحمر اللي انت استدليتي به. ماذا شنو كيوصفوا به ذاك الخط الاحمر؟ ما تتنرفزش يا جباره. ما رانيش كتنرفز. علاش كتنرفز؟ انت قلتي الخط الاحمر هو الحدود الجزائريه المغربيه. اعطينا بانها مكتوبه فيه الحدود الجزائريه المغربيه. اعطينا ذاك الخط الاحمر يلا. شوف اين موجوده تلمسان. شوف اين موجوده. وشريف هذاك الخط الاحمر. اعطينا بان مكتوبه كما وراك دابا خويا الشمالي وراك الحدود المغربيه الجزائريه. وريها لنا بان مكتوبه. ماذا تقول على الخط الاحمر هذا يا جباره؟ ماذا تقول؟ هذا الخط الاحمر بغيناك تورينا بان الحدود المغربيه الجزائريه مكتوبه عليه. ورينا وانا شنو كيفرق. شوف يا دكتور جباره، شوف مكتوبتين. واش كتفهم العربيه اخي العزيز؟ نفهم العربيه. هذاك الخط الاحمر اللي هو رقيق هل يدل على الحدود الجزائريه المغربيه؟ وماذا يدل؟ ان لم يدل على الحدود على ماذا يدل يا دكتور جباره؟ لا هذه خريطه. نعم هذه خريطه دكتور. على ماذا يدل؟ مكتوبه وهران. هاي وهران وهاي تلمسان وهاي الحدود. هاي المدن المغربيه. من المدن المغربيه دكتور جبار. يعني انت تقصد هنا مادام. شوف ورينا مدينه تافيلالت اين موجوده عندك تما. دوك نشوف تافيلالت مكتوبه. شوف وريني الخريطه نوريها لك انا اين. وريني حطي يدك على ما نشوف. ها في يدك. نعم صبعك تما، صبعك الغليظ الاسفل الابهام. نعم رجع شويه ما كنشوفش. هاي تافيلالت هاني وجدتها تافيلالت تعرف شفتها يعني هي خارج المغرب. يعني ملك المغرب هو من الجزائر. لا موجوده داخل المغرب. ملك المغرب من تافيلالت. لا موجوده داخل المغرب تافيلالت. لا الاسفل. شوف الاسفل. هاي انزل. لا انزل. هاي تافيلالت سبحان الله. تافيلالت كبر الصوره. كبر الصوره للتافيلالت. هاي اخوان راه شوف انا نوريها لكم. اصبح جزائري بقدرة قادر. هي الخريطه. هي تافيلالت. شوف ها تافيلالت. هي هذه خريطه.
نفس الخريطة. أيوة ها هي تكفيلة الملك من هنا. شوف ها هي تكفيلة صافي الملك من هنا. ظلام نفس الخريطة هذه. مشاو العلويين بس دقيقة بس، ايش الفرق؟ معلش يا شمالي، وضح ايش الفرق بين الخط الأحمر هذا والخط، ايش المشكلة في الخط اللي فوق؟ شوف قبل ما نوضح لك هذا التوضيح هذا أخي الكريم، نحن طلبنا خريطة رسمية. هذه هو يقول لك أنها من أكاديمية وليس رسمية، من معهد او شيء من هذا القبيل. موجود الختم سبحان الله، موجود الختم. لا مش الختم هذاك ختم بانها يعني حقيقيه من هذا المصدر هذا. يعني المصدر قال لك انما من رسمها اكاديمي دو باريس، اكاديمي وليس نعم اكاديمي وليس رسمي. خويا الشمالي الا سمحتي لي غير بواحد الكلمه، هو قال لك بان الجزائر كانت والحدود وكل شيء كيهضر. اولا غادي نحي لك على واحد الكتاب، حيت حنا المغاربه ملي كنهضروا دائما بالدليل. غنحي لك على واحد الكتاب ديال بهلولي السليمان، هذا استاذ ديال التاريخ. فين بعثو لك؟ هذا استاذ جامعي جزائري يتحدث عن الدوله السليمانيه والاماره العلويه في المغرب الاوسط اللي هي الجزائر. يعني المغاربه حكموا الجزائر لمدة قرنين من الزمن. واحد التاريخ اللي كتبغي الجزائر تتجاهلو ما كتدوش عليه وما كتقريهش. اللي باش كان جا غير نقطة ونخليك اخويا، غير باش كان مولاي إدريس السلطان مولاي إدريس لما كان سلطانا على المملكة المغربية، كان السلطان ديال المغرب عين اخوه اميرا على الغرب الجزائري كامل، كان تابع للمملكه المغربيه، لانه هو كان كيبين لنا. كمل اخويا كمل لي دابا على تلمسان. والله انا بس تفضل اخي تفضل. بس خلوا ظلام يخلص مداخلته عشان انا في شيخ البدو كذلك نبي نتداخل معه عشان ما يكون المايك ثنائي. تفضل يا ظلام عندك المايك. والله انا اقول من هذا المداخلات ممكن تبين الحقيقه، بصح ممكن تزيد الشحناء بين الشعبين. والله العظيم انا اظن باللي كل شيء ما اخذ بالسلاح يؤخذ بالسلاح. والله الكلام لا يؤدي الى شيء يا اخوه، وبارك الله فيكم. اقول لك شيء اخوي ظلام بس قبل ما تنزل بس او ممكن تسمعني تحت، انا بس بعلق على هذه النقطه، ما يؤخذ بالسلاح يرد بالسلاح. اخوي ظلام، انت عارف ان جبل طارق من يحكمه، وانت عارف كيف تم استرداده، وكذا منطقه تم استردادها في اوروبا بالضغط الدبلوماسي وليس بالسلاح. عهد السلاح قديم، ومن باب اولى اخوي ظلام اذا نبي انك تسترد بالسلاح، انك تسترد كبرارة وبيزا والحاجات اللي تم استقطاعها. هذه الجزرة انا كذلك انصدمت اني اعرفها، او اني اسف اني ما اطلعت عليها، التي خرج وزير الخارجية الجزائري قبل فترة وقال لك لا نريدها ولا نبحث عنها، وهي أراضي جزائرية بمرور التاريخ. هذه ما عندنا أراضي جزائرية أخي. دقيقة أخي، شوف أخي بطل بالمناسبة، ما عندنا أراضي جزائرية محتلة. دقيقة أخي ظلام، بالمناسبة هذه الجزيرة التي ذكرت كانت هي سبب استدعاء الإخوان بربروسا ليدخلوا إلى الجزائر، لأن إسبانيا دخلتها ووضعت فيها المدافع وأخذت تقصف سواحل مدينة الجزائر. فقاموا سكان مدينة الجزائر باستدعاء الإخوان بربروسا من أجل تخليصهم من الإسبان المتمركزين في الجزيرة الجزائرية كابريرا. ففشل المسمى بربروسا في طردهم في أول اصطدام له مع الإسبان، فترى الناس ضده، فذهب إلى سليم التومي فقتله في الحمام واستولى على حكم الجزائر، لأن في البداية تم استدعاؤه فقط ليحرر جزيرة كابريرا من الاحتلال الإسباني. هم اليوم ينكرون بأنها كانت أصلا جزيرة جزائرية أو تابعة لهم. تفضل أخي بتار. طيب أخوي شمالي بعدين بسحب منك المايك. سأنهي إذا سمحت مداخلتي. لا ثواني أخوي حسين، عندي في الشيخ البدو ما تداخل، وكذلك شمالي تسمح لي ولا بتختم؟
واذا خليتيني نختم من الاحسن نخلص. لا واحد النقطه خايبه كثار ونعطي الشمالي ما كاملش غير 10. واحد النقطه كيطلعوا يناقشوا وملي كيوحلوا وما كيقدروش يبرهنوا يقول لك اجي خذوها ما اخذها بالسلاح والسلاح. اذا بما انك ما قادرش تدافع عليها بالدليل والبرهان من الاول جبت السيف، ماشي مي تحال وتحصل بالدليل والبرهان عاد تقول السيف. اذا انت حجتك راه هذه النقطه خايبه الثار. يا صديقي اخي الشمال، يا صديقي هذه الارض هذه مات عليها اكثر من 6 ملايين شهيد منذ مليون ونص تزادوا. لا منذ 1830. انا سمعت وزير الماليه بس هذا موضوعنا. معليش يا بتار، ونقطه ونقول لكم تصبحون على خير. الارض هذه حررت بدماء الشهداء، مستحيل يجي ولكن واحد. بن بلا قالنا اخي نتيقوك انت ولا نصدقوا بن بنا الذي قالنا بان هي هديه من المستعمر؟ كل انسان يتكلم يا نصدقوك انت. لا نصدقوك انت ولا الشمالي يعطينا شي معركه داروها في الصحراء الشرقيه. ملك المغرب يعطينا شي معركه الشمالي داروها في الصحراء الشرقيه. قول لي ملك المغرب شي معركه درتوها في الصحراء الشرقيه، سمي لنا شي معركه يا دكتور جبارة. سمي لنا شي معركه درتوها في الصحراء الشرقيه. خليني نقول كلمه ونزل يا دكتور جبارة. الملك ايوا غادي تقول لنا قلت لي حررتوا الدماء، عطينا شي معركه احنا بغينا نعرفوا. احنا ما عارفينش بغينا نعرفوا. الملك الحسن الثاني رحمه الله علاش مضى كبر الصوره اخي بتشار، كبر الصوره، كبر الصوره. بس خل شمالي يختم اخوي جبارة. سنه 72 مع الرئيس الراحل هواري بومدين. علاش مضى على الحدود؟ كان ما يمضيش خلاص. طيب ما دام هناك اتفاقيه اخوي ظلام الله يهديك. اتفاقيه حسن الجوار، اتفاقيه حسن الجوار. لا والله غير قريتها وهي ملغيه. شوف وهي ملغيه والغاء لان لم يتم اجي نقول لك دابا نجات هو باغي يهرب. دابا بغيتي تسالي خلي الشيخ خلي نجات خلي الشمالي يكمل. حبس الظلام خلي الشمالي يكمل. بلاتي نزل لي ما بغيتي. سير وجد السلاح. طيب ثواني اخواني الله يحفظكم. شمالي يا دكتوره اسمح لي ظلام. هذه المعاهده الاتفاقيه موجوده في الدستور المغربي. سبحان الله العظيم شفناها وقريناها. انا اتحداك. خلاص هم يطالبونك تخرجها. بس اخواني الله يحفظكم عشان ما نطلع عن الموضوع. ثواني بس. ظلام اذا انت فعلا موجوده اخرجها. الشمالي تفضل اختم. والله راح انام. السلام عليكم. الله يحفظك مع السلامه. السلام عليكم. اول حاجه بغيت نوضح لك ان شاء الله الدعاء لا اخواني ادوني الله يحفظكم ادوني ساعه بحيث ان احنا نطلع عن الموضوع. تفضل اخوي استاذ الشمالي. شكرا. شوف عين صالح لكي تعرف هي هذه عين صالح توجد هنا. هذه الخريطه لما نشوفوها تبان انها الجزائر عاديه، ولكي تعرف اني استدل دائما بخرائط رسميه. هذه خريطه رسميه من قائد اسمه هيا دريسي dressé désigné par le commandant من commandant قائد الحرب بولاكشي الفرنسي. اذا طيب هذه الخريطه لما نشوفوها يعطيك التاريخ لما دخلت فرنسا هنا وهنا وهنا وهنا، يعني منذ 1830 الى كذا هنا، منذ 1900 الى غايه اليوم. هذه الخريطه في سنه 1929 تبان لك على انها الجزائر عاديه، لكن لما نقترب من هنا تندوف ما زالت داخل الحدود المغربية. تندوف كانت لم تدخل بعد إلى الحدود المغربية. شوف لكي لا أطيل عليكم، آخر وثيقة أنا لدي الكثير من الوثائق. بنرجع لك شمالي. نعم هذه آخر واحدة ولكي لا أطيل. هذه في عهد السعديين، في بداية السعديين. هذه سنة 1526 بتاريخ 29 ماي 1526، يعني في عمرها تقريبا 500 سنة، يعني 499 سنة. هذا من أحمد الأعرج السعدي من عبد الله أمير المؤمنين. هذه موجودة في الأرشيف البرتغالي. هذه رسالة إلى ملك البرتغال يصف نفسه بأنه سلطان مراكش المحروسة وأحوازها وحاحة إلى آخره، ودرع وأعمالها وتوغرارين. هذه في الصحراء الشرقية، كانت آنذاك هي وسط الصحراء الشرقية، يعني هي العاصمة للصحراء الشرقية. وتوغرارين وما ولاها، وكذلك ووادين هي الصحراء الغربية. يعني في بداية السعديين كانوا يحكمون حتى قبل العلويين، يحكمون الصحراء الشرقية والصحراء الغربية.
شكرا على المساحه، تحياتي. طيب انا لن اطيلها 30 ثانيه.